بدأت الجمهورية الثانية وظن المصريون أنه قد آن أوان الاستقرار وتحقق الأمان، ولكن يبدو أن الحلم المصري لا يزال حلما. ها هو حمدي الفخراني عضو البرلمان ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية يضرب ويسب لمجرد أنه مارس حقه الوطني لاستبيان الرد القانوني على قرار الرئيس بعودة البرلمان. ايه ده يا استاذ حمدي يعني انا الولاد ايه ده؟ يعني عاهدناك محاربا قويا. صعبان علي انا يا استاذ وائل، يعني اعمل كده مع حسني مبارك، اعمل لو موتوني ما اخافش، انما اللي بيدعوا انهم ثوار يعملوا فيا كده. يعني لولا البوليس كان زمان يموت في ايديهم. ده ضابط رئيس المباحث ضربوه ركلوه بالجزم، وانا تحديف بالميه وتحديف بكراتين الميه، وبقيت عشان ايه؟ طيب عشان ايه؟ نحن الآن أمام عصر جديد قد لا يستمر كثيرا في ظل نوعية وتوقيت القرارات الرئاسية وملائمتها للأولويات الشعبية، ناهيك عن فيضان الاندفاع المستمر لاستعداء كل من يختلف حتى ولو بالرأي مع تلك القوى التي تنسب نفسها أو ينسبها الناس إلى التيار الديني، وكذلك التفكك والانقسام المستمر بين أحد أهم عناصر المرجعية المصرية ألا وهي القضاء. وعد الرئيس الشعب بالأمن والأمان، ويبدو أن الديمقراطية والحرية لا ترغبان في السير باتجاه العدالة.